القرآن الكريم من القاهرة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. مفيش احسن من اذاعة القرآن الكريم الصبح. صباح الخير، صباحكم زي الفل او مساء الخير على حسب لما بتشوفوا الفيديو دلوقتي. بدأت معاكم الفيديو من الاول خالص من الفجر. صليت الصبح وقلت اقرأ الجزء برضو الصبح كده، علشان طبعا طول اليوم الواحد بيتشغل فما بيكونش فيه وقت خالص. خلصت كده يعني قراءة الجزء، وبدأت بقى ايه ان انا ادخل على المطبخ على طول اشوف فيه ايه. طبعا كنت جايبة لبن او حليب، يعني علشان طبعا الدول اللي بره بيقولوا عليه حليب، فكنت جايبه حليب وبعدين صفيته كده وحطيته في الحله وسبته كده ليله كامله في التلاجة، علشان طبعا الحليب يعمل وش قشطه. فبدات ان انا اشيل الوش القشطه ده. طبعا انا يعني بخزنه في الفريزر، وممكن بقى اعمل بيه اي حاجه، يعني ممكن احطه بقى اعمل رق طري، احطه مثلا اعمل قرص اللي هي الفلاحي واحط عليه القشطه دي، بيكون طعمها حلو جدا. المهم ايه بقى، غليت اللبن او الحليب ده. طبعا غليته علشان خاطر يعني انا بجيبه من عند الست اللي هي بتحلب، يعني فبيكون في بكتيريا او حاجه، فلازم اغليه. فبغليه واسيبه يبرد، وبعد كده بحطه في ازازه نظيفه واروح حطاه في التلاجة. بعتذر لكم طبعا لو في صوت في الفيديو، في ناس جنبينا اقول عليهم ايه. مش هقول اي حاجة تانية غير حسبي الله ونعم الوكيل. يعني لازم كده يشتغلوا. على فكرة انا بسجل لكم الفيديو ده الساعة 12 بالليل، هما شغالين الساعة 12 بالليل بالشنيور، يعني حاجة مستفزة اقسم بالله. المهم يعني دلوقتي ان انا ايه، كان طبعا كنا الصبح، فطبعا كانت كنت جبت فاكهة وكده فحطيتها في الطباق زي ما انتم شفتوا، واللي بيتحط في التلاجة حطيته في التلاجة. وبعدين قلت بقى ايه، كانت الساعة جت يعني 11 كده، كنت لسه ما فطرتش، فقلت انا هفطر بيتزا النهاردة. كنت عاملة بيتزا حطها في الفريزر، طلعت كده بيتزا وحطيتها في الميكروويف لحد لما فكت او سخنت يعني، مع شوية شيبسي، وصبيت كده شويبس اللي هو الشعير ده، او شويبس اناناس. وفطرت والحمد لله. كان الظهر اذن، وبعدين صليت الظهر ودخلت بقى على المعركة. كان عندنا عزومة كنت بجهز لها قبلها بيوم. ف... فطبعا ايه، كنت في شويه حاجات كده بجهزها، فقلت ايه اجهزها معاكم. فجبت بقى بصل كتير، يعني على ان هعمل كذا حاجه. فجبت بصل بقى، بدأت ان انا اقشره كده. يعني انا بحب مثلا بسهل على نفسي، يعني بكون عارفة مثلا ان انا هعمل محشي مثلا، او هتبل فراخ وهعمل كفتة وعصج لحمة، فبكون عارفة كمية البصل اللي انا هعملها، فبروح مقشرة كمية البصل كلها مرة واحدة، مش كل شوية هفضل ان انا اقشر بصل. وبعدين مثلا بدخل المطبخ قبلها بشوية ارتب الحاجة بتاعتي، يعني اقشر البصل، اعمل التوم، لو في مثلا طماطم عايزه تتفرم افرمها، لو في مثلا فلفل كده عايزه يعني اقطعه، لو في حاجه عايزه تتقطع. بصوا يعني بنظم كل حاجه او برتب كل حاجه الاول، وبعدين كده اخرج اعمل اي حاجه وارجع تاني المطبخ، ابدا بقى ان انا اشتغل او ابدا ان انا اطبخ. بحب اعمل كده جدا علشان خاطر بحس ان هي بتسهل عليا. بحب يعني ما بحبش ادخل واعمل كل مره واحده. بصراحه بحس ان انا متضايقه كده، ومش مش حابه ان وانا بعمل الحاجه دي، لا بحس ان عايزه اعمل كل حاجه بنظام. فزي ما قلت لكم بدخل مثلا اقطع الخضار الاول وانظم كده الحاجه، وبعدين ادخل تاني مره بقى ايه اطبخ على طول. كمان مثلا لو في فراخ مثلا بنضفها الاول كده واحطها في محلول النقع بتاعه الفراخ، واسيبها كده في محلول النقع، وبعدين اروح مثلا اصلي او اعمل اي حاجه بره، وبعدين ارجع تاني بقى المطبخ ابدا ان انا اشتغل واطبخ على طول. المهم هنا بقى كنت قشرت البصل، وزي ما قلت لكم جبت الفلفل كده قطعته. كميه الفلفل اللي انا هستخدمها في كل حاجه هنشوف دلوقتي هنستخدم ايه. المهم هبدأ معاكم دلوقتي بالعصاج. كنت جايبة كيلو لحمة
هعصجه، فحطيت له 3 بصلات. البصل على فكرة بيدي للعصاج طعم حلو قوي، وكمان بيكتر الكمية، يعني بيدي طعم وبيكتر الكمية، ما فيهاش حاجة. انا عاملة كيلو لحمة، فحطيت له 3 بصلات وقرنين فلفل اخضر واحمر. لو حابين تحطوا حراق حطوا، بس انا ما حطيتش. وحطيت كمان فص توم بيدي ريحة حلوة قوي للعصاج. المهم بقى جبت طاسة كبيرة كده، وحطيت فيها معلقة من السمنة البلدي، برضو بتدي طعم تحفة. يعني انا مكترتش عشان طبعا اللحمة فيها دهن، بس حطيت معلقة صغيرة كده اشوح فيها البصلاية والفلفل ومع فص الثوم بيدي النفس حلو قوي. ورحت نازلة عليهم بمعلقة من الكزبرة الناشفة، واشوحهم كده مع بعض لحد لما البصلة تدبل معايا هي والفلفل. ولما دبلت معايا زي ما انتم شايفين كده، هروح نازله باللحمه. هبدا بقى ان انا يعني هعملها كده بالمعلقه بحيث ان هي تفك معايا وتكون في الاخر مفروله معايا كده. وهنزل عليها بالبهارات: ملح، فلفل اسود، كمون، وشويه من الزعتر. مش هحط اي بهارات تانية. كنت طبعا حطيت كزبره ناشفه على البصل، فمش هحط تاني. وهديها كده تقليبه واغطي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها خالص لحد لما اللحمه تستوي. بجد كان ريحتها تحفه. فص الثوم ممكن في ناس كتير يعني تستغرب فص الثوم ده مع العصاج، بس بجد بيدي طعم حلو قوي. وبيدي نفس حلو قوي للعصاج برضو. العصاج ده هعمل بيه مكرونه بشاميل، وهعمل بيه صينيه رقاق. فيدوبك يعني على الصينيتين. هي الكمية يعني ممكن لو كنت كترت بصل كان يبقى حلو، بس انا مش عايزة اكتر بصل. عايزة طبعا عشان دي عزومة، فعايزة الحاجة يكون طعمها حلو. اللحمة طبعا لما تكون ظاهرة كده في مثلا صينية المكرونة او الرقاق او جلاش او اي حاجة، بيكون طعمها حلو يعني، وبتدي نفس حلو للحاجة اللي احنا بنعملها. فحطيت البهارات وهبدأ بقى ان انا اديها تقليبة كده مع بعض، وهغطي عليها واسيبها بقى ايه تستوي براحتها لحد لما اللحمه تستوي وتتشرب كده الميه اللي نزلت منها ونزلت من الخضار. وهطفي عليها بقى واسيبها تكون جاهزه. طبعا انا بجهز العزومه دي قبلها بيوم علشان يعني تاني يوم بقى في العزومه ما يكونش كل حاجه متكركبه عليا. يعني بعمل مثلا لو كنت هعصج اللحمه، لو هصبع كفته، لو هتبل فراخ، لو مثلا هعمل تسبيكة المحشي، بعمل كل ده قبلها بيوم. المهم بقى سبت العصاج كده يبرد، وبدأت بقى ان انا اتبل الفراخ. كنت جايبة فراخ ومنضفاها كويس جدا. وبعدين جبت بقى في الكبة كده، حطيت 3 بصلات كبار، 8 طماطم. حطيت 4 ليمونات، 4 فصوص من الثوم كبار. حطيت شوية من ورق اللورا والحبهان وبهارات صحيحة كده برضو. حطيتهم كده يعني نضربوا كلهم مع بعض. وهحط في الاخر زيت. وطبعا حطيت فلفل اخضر وفلفل حراق بيدي طعم حلو قوي لتتبيله الفراخ دي. هحطها في صينيه وادخلها الفرن، يعني بتدي طعم تحفه. وهحط زيت مع معلقتين زيت كبار. وطبعا هحط معلقه كبيره من الخل وشويه من البهارات. حطيت زعتر وكمون وكزبره ناشفه وفلفل اسود، بهارات فراخ، وحطيت ملح. هقلبهم كده كلهم مع بعض وما بحطش اي حاجه تاني. بجد التتبيله دي تحفه، طعمها خطير. بتدي بقى طعم الفراخ يعني بتخليها فظيعة. المهم بقى جبت الفراخ زي ما انتم شايفين، منضفاها كويس جدا وحطاها في محلول النقع، ويعني بصوا مروقة عليها بصراحة. وبعدين بدأت جبت كده طبق كبير، واحط كده شوية من الفراخ، واحط عليه شوية من التتبيلة، واقلبهم كلهم مع بعض. وبعدين احط تاني فراخ وتتبيلة لحد ما اخلص الكمية كلها، واسيبها بقى في التتبيلة دي ليلة كاملة. بل اكتر كمان، يعني انا كنت عاملة الحاجات دي من الصبح. فهسيبها كده في هسيبها كده في التتبيلة دي اكتر من ليلة كاملة، يعني 24 ساعة مثلا اسيبها في التتبيلة دي. فطبعا انسجة الفراخ بتتشرب من التتبيلة، فبتدي طعم حلو قوي للفراخ في الاخر. وطبعا شايفين لونها عامل ازاي، بجد تحفة. هسيبها بقى اغطيها واحطها في التلاجة وتكون كده خلاص. يعني برضو خلصنا من حاجة. اخر حاجة هعملها بقى في تجهيزات العزومة دي الكفتة. برضو في الكبة حطيت كده شوية من الكزبرة الخضراء، بتدي نفس حلو قوي. بصلتين صغيرين او بصلاية كبيرة، وقرن فلفل اخضر. وكمان نزلت كده ب3 فصوص من الثوم. وهنزل بقى اللحمة دي حط عليها نسبة من الدهن الضاني بحيث ان هي تديني نفس حلو. بجد كانت تحفة.
مديه نفس حلو قوي، اللحمه الضاني مديه نفس جميل. وبعدين ضربتهم في الكبة ونزلت بالبهارات برضو، عبارة عن ملح وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود. مش هحط اي بهارات تانية علشان انا عايزة الكفتة يكون طعمها حلو، مش عايزة يكون طعمها بهارات. انا ما بحبش احط بهارات كتير في الحاجات اللي زي كده عشان خاطر تديني طعم حلو في الاخر، وخصوصا ان اللحمة اللي انا مستخدماها لحمة بلدي فحلوة، يعني مش محتاجة ان انا احط بهارات عشان اغطي على طعم اللحمه. لا، انا عايزه طعم اللحمه هو اللي يكون ظاهر. المهم بقى ايه، بعد ما خلصت الكفته برضو صبعتها وعنتها في التلاجة. كان بقى نضفت الحوض ونضفت الرخامه وما خليتش فيه اي مواعين خالص. وهنا الخلاط برضو قلت ان انا كده يعني لو عليه اي حاجه مثلا انضفها. و ونشفت اللي هو الخلاط وعنته في الكرتونة بتاعته بحيث ان الحاجة تفضل نظيفة. قلت كمان بقى في الاخر كده اعمل صينية بسبوسة. بجد صينية البسبوسة دي كانت فظيعة، كانت وهمية بجد وحلوة قوي. اول حاجة هنجهزها الشربات. حطيت كوباية ونص من السكر وسبتهم كده ان هما يتكرملوا. انا عايزة لون البسبوسة في الاخر اكنها جاهزة، فاللون اللي هو بيكون ذهبي كده من جوه ومن بره بسبب الشربات هنعمله متكرمل. فزي ما انتم شايفين كده حطيت كوبايه ونص من السكر وسبتهم ان هما يتكرملوا لحد ما اخد اللون الذهبي الفاتح، ونزلت عليهم بكوبايه ونص من الميه. وطبعا يفضل تكون ميه سخنه علشان تفك معاكم السكر على طول، ما يتجمدش. بس عادي لو حطيتهم ميه ساقعه عادي خالص. وبعدين نزلت عليهم بعصره ليمونه وكيس فانيليا وسبتها تغلي لمده 5 دقايق ورحت طافيه عليها. هنا البسبوسه بقى، طبعا في الوقت ده كنت ولعت الفرن وهنجهز البسبوسه. حطيت كوبايتين من سميد البسبوسه اللي هو اللي بنجيبه من عند العطار مش الجاهز. وحطيت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر اللي هي كيك شيف، وقلبتهم كده مع بعض وسبتها على جنب. وجبت كده كوبايه من السمنه البلدي، حطيت عليها معلقه من العسل الابيض ودوبت العسل كده مع السمنه وحطيتها على السميد بتاع البسبوسه، وهقلبها كده ابس البسبوسه بالسمنه. وبعدين هعجنها بقى بزبادي، حطيت عليها كوبايتين من الزبادي ويعني هعجنها. طبعا مش هعجن كتير عشان انا مش عايزه سميد البسبوسه يكون يعني ينشف معايا. انا يدوبك بس قلبت كده الزبادي مع خليط البسبوسه، وكنت مجهزه الصينيه حاطه فيها معلقه من السمنه البلدي كده دهناها من السمنه، وهحط فيها كده سميد البسبوسه وادخلها الفرن. ولعت من تحت ومن فوق لحد لما اخدت اللون الذهبي الفاتح الحلو قوي، كان لونها خطير. وبعدين كان هي بقى والبسبوسه وهي سخنه. كان الشربات معايا دافي، يعني في برضو يعني سخنيه شويه، اللي كان لسه سخن شويه برضو بس مش ما كانش بيغلي يعني، بس البسبوسه كانت لسه طالعه من النار او من البوتاجاز او من الفرن يعني. وبعدين هروح نازله بالشربات على البسبوسه واروح واسيبها بقى او اغطيها واسيبها كده لحد لما تهدى خالص، وبعدين ابدا ان انا اقطعها. شايفين طريه ازاي؟ طريه جدا، طعمها تحفه. طبعا عاملينها بسمنه بلدي يعني مفيش بعد كده. هي كان بس ناقصها بصراحه ان انا احط على الوش كده شويه من البندق، كانت في الاخر اكننا جايبينها جاهزه بالظبط. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ حاجه كده تحفه بجد وهميه. جربوها تعجبكم جدا. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. اتمنى انكم تحطوا لايك للفيديو. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو اتمنى انكم تحطوا لايك. حطوا لي لايك للفيديو، شجعوني علشان استمر. واشتركوا في القناه لو القناه عجبتكم، يعني اشتركوا فيها وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم الفيديوهات اللي انا بنزلها على طول. هنا بقى في الاخر كنت عملت كوبايه شاي كرك كده مع قطعتين بسبوسه، كانت حاجة تحفة. كان ده بقى اخر اليوم خلاص، كان بعد يوم طويل، فقلت بقى اقعد اروق على نفسي كده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تقولوا رايكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة.